السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد، او صباح الخير عليكم على حساب اش من وقت كتتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فيديو جديد، نشارك معكم نهاري او روتيني لهذا اليوم. هذا النهار غيكون يوم متنوع، غيكونوا فيه بعض الوصفات للطبخ وبعض النصائح للشقه العادي ديال الدار، وان شاء الله هانتوما معايا ونتمنى لكم فرجه ممتعه. ويلا نبداو على بركه الله. وكان هذا هو فطوري لهذا اليوم. من الاشياء المهمه وهو اتاي. كلشي مغربيه اللي ما تشربش اتاي من طبيعه الحال الا قليل وقليل، ولكن اتاي ضروري. الفطور اليومي عاده كما داكشي اللي متوفر، ماشي اجباري انني خاصني شي حاجه اللي هي ضروريه، داكشي اللي كاين كنفطر به. وعلى حساب عاوتاني الوقت معاش تنفيق، نقدر مع الخطرات نفيق في الصباح بكري ونفطر، يقدر الا بقيت هكاك حتى ل9:30 ولا العشرة تنضطر انني ما كنفطرش هذيك الوقيته، وكنبقى حتى كنجمعها فطور وغدا عفوا. يعني على حساب الوقت. شوفوا البنات، يكذب عليكم شي واحد يقول لكم لا انا توقيت ديالي دائما هكا كنفيق الصباح، الروتين ديال اليومي. ما كايناش شي حاجه اللي هي روتين يومي كدار كل نهار، سينو ما يبقاش روتين، غيولي واحد الحاجه اللي هي ممله. يعني راه الروتينات كل نهار ونهارو ما عمرها كتكون دائما كل حاجه كنديروها في نفس النهار. انا من النوع ديال الناس اللي نقدر نوض في الصباح ما كندير حتى شي حاجه، نقدر نوض داك النهار ما نطيبش ما ندخلش كاع المطبخ، ما عنديش مشكل. يعني كنكون انانيه في طبعي، وهذا حقي يعني حق كل سيده انك يوم اختاري يوم في الاسبوع انك تكوني انانيه. يعني حقك هذاك تكوني انانيه، ما تدخليش المطبخ، ما تطيبيش، ما تجمعيش الفراش، خلي كل حاجه هي واهتمي عطيها لراسك. هذه نصيحة كنصحها بأي وحدة، والله العظيم تسمع حتى شي حاجة ما تستاهل. يعني كوني أنانية مع راسك، ولو هذه الكلمة أنها شوية صعيبة، مي خاصك تكوني. وخصكم تعرفوا بلي ان الشقه ديال الدار او الطياب كل شيء، هادشي من الاشياء اللي كدار كل نهار. يعني ما كاينلاش نصدعوا ريوسنا معاهم واننا نهزوا لهم واحد الطاقه، او نعطيهم واحد الطاقه اللي هي اكثر من الجهد ديالنا. عادي خليوها شي حاجه اللي هي تقدر تكون يوميه، ولكن بلا ما تبرزطكم، بلا ما تقل عليكم، بلا ما تحسوها بانها كتجهدكم وكتاخذ منكم الوقت. يعني تقدروا الا درتوا ساعه في الدوره ديال الدار في اليوم، كونوا مأكدين انها صافي يكفي. الا بقيتوا اكثر من واحد الساعه، ولا شديتوا النهار الصباح كامل وانتم غير في شقه وهادي راكم كتضيعوا غير في صحتكم وفي وقتكم. كنتمنى ان كل سيده، ماشي ضروري انك تخلي كل شيء مقاد، ولا كل شيء يكون تيبري، ولا كل شيء مقاد، ولا كل شيء خاصو يكون كل حاجه في بلاصتها، ماشي ضروري. وبخصوص اللي عندها الوليدات، هذا راه كيبقى عاوتاني كنظام ما بين الولاد، خاص كل واحد يعتمد على راسو وكل واحد يدير حاجته. ماشي ضروري انا حتى عندي الولاد خاصني نوض في الصباح وانا اللي دائما كل نهار انا اللي خصني نجمع لهم فراشهم، وانا اللي خصني نوكلهم، وانا اللي خصني نعومهم. وانا لا اختي كنقول لك راك غلطه. يعني الاهتمام بالنفس هو من حقك، وانك تكوني انانيه كما قلت لك، اهتمي براسك وضربي الدنيا بطالون كما كنقولوا حنا. هذيك احسن حاجه غديريها. صافي البنات، كان هذا غير موضوع بين قوسين وفيه ميساج كنتمنى انه يوصل. وصافي من بعد يعني داك الشقه كامل مبداش مني حتى نص ساعه تاني انا جمعت الباب وخرجت نتمشى شويه في طريقي. غادي ندوز على البزبار اللي خديت من عنده الكرعين. اليوم البنات كما شفتوا معايا في الاول غادي نطيب الكرعين ديال العجل. ولكن مع الاسف انايا ملي قطعوهم ليا وجدتهم للدار، عاد بانوا ليا راه باقي فيهم
باقي فيهم هكايا الشعره ولا الزغب. هنا البنات كيما كتعرفوا راه ماشي هو المغرب كيكونوا مشوطين، هادو كيتباعوا غير محسنين ليهم، داكشي كيبانوا لكم هكاك بيضين. لذلك انايا خديتهم وعاودت شوطتهم غير في، درتهم غير فوق البوطه هكا وشوطتهم، حيدت منهم هذاك الشيء. وبصراحه عجبوني الحال، حيت دائما انا كنجيبهم كيكونوا نقايه ما كيكون فيهم والو، كنطيبهم ما كيجيوش بحال ديال المغرب هذوك فيهم هذاك البنه ديال التشواط وبنه ديال الدخان. ولكن هذه الطريقه هكا عاودت شوطتهم وحيدت منهم وغسلتهم هذاك الشيء، عطات فيهم هذيك البنه بحال ديال المغرب تماما كيكونوا مشوطين. المهم راه بقيت كان معاهم بشويه بشويه حتى كان حاولت انني نشوط هذاك الزغب كامل اللي كاين. ومن بعد كملتهم كاملين، يعني خداو لي شويه الوقت صراحه. وصافي حيدتهم وغسلتهم مزيان حتى تغسلوا، وحطيتهم وخليتهم حتى يتسقطروا. غادي ندوز غادي نغسل البوطه، يعني الفرن من الفوق مع من درت فيه مشوط فيه. صافي بقى كله محمم. ونيت من هنا غادي ندير نفس وغادي نغسل هاد لافابو هذا حيت الصباح اصلا قبل ما نخرج ما كنت ما غسلتهمش، كنت مخليهم هكاك. ماشي كل نهار صراحه كنغسلهم، غالبا كندوز مسحه بالليل، وفي الصباح صافي كيكون هكا شويه باقي نقي، يعني ما كاينلاش نمسح كل نهار. كنخليه الا كان باقي شويه نقي صافي حتى كنسالي الشقه ديالي، غالبا حتى كنسالي، حيت من ورا ما كنمسحو وغادي ندوز مازال نطيب فيه يعني كيعاود يتوسخ. لذلك غالبا كان بالليل في العشيه هكا ملي كنسالي الشقه ونغسل الماعن في الليل كندوز عليه، كيصبح مزيان ما فيه والو، وكيضل معايا النهار كامل نقي. وهكا دائما اكثريه بحال هكا. ولكن دابا مع مني نشوط فيه الراس راني الكرعين الراس بالي يتوسخ بالي يتوسخ، اصلا باقا غادي نطيب فيه يعني ما جاش غادي نخليه. صافي راه غادي نمسحو مسحه خفيفه، اصلا هذاك البرودوي اللي استعملت ساهل غيا تدويزه وحده، غادي نشلو ونمسح كيخرج واحد الملاحظه البنات كنت نقولها لكم قبل، وهي كما تلاحظتوا معايا انا كلبست لي غوانتي. بالنسبه لهاد البرودويات بخصوص هذا كيهلك اليدين، يعني استعملوا دائما ملي تبغوا تستعملوا او اي برودوي عندكم بالنسبه لهادو كيكونوا عارفينهم كلهم مواد كيماويه، استعملوا البرودوي، استعملوا لي غوانتي او استعملوا القفازات لانهم كيهلكوا اليدين. هي صراحه كتبقى على حساب النوعيه ديال اي انسان وكيفاش الجسم ديالو كيتقبل اي ماده، ولكن كان احسن انكم تستعملوا لي غوانتي. ومن احسن انكم تحطوا واحد الكريمه تكون قريبه لكم هكا قبل ما تبداو التنظيف، ولا قبل ما تلبسوا لي غوانتي انكم ديروها دهنوا بها يديكم، وفي نفس الوقت نتوما من بعد ما كتساليو التنظيف كيبقاو يديكم رطبين. هذا هو من بعد ما كملتو. شفتوا البنات كيفاش كيخرج كل شيء مزيان، ولكن كيعطي قهره لليدين صافي البنات انا هنايا في هذه الاثناء هذه ما كنساش راسي. هذا هو العصير او ديال الليمون اللي كنت شريته معكم، كنزيد عليه سكينجبير وورق ديال النعناع اللي صراحه زوين بزاف. وبخصوص في هذا الحال البارد اكثر هي كنساو ريوسنا من السوائل، لذلك كنحطو حدايا فوق الطابله وهكا مره غير كنشرب منه. دابا البنات غادي ندوزو بالنسبه لطريقه تحضير الهرقمه او الكرعين، يعني على حساب كل واحد كيفاش تيسميهم. هما هادو بعد ما تغسلوا مساكن عاد ولاو كيبانوا راهم كرعين، اما النوبه الاولى صراحه راه كانوا لا علاقه. ايوا هذا هو حالنا ما عندنا ما نديرو. هنايا بالنسبه للكرعين انا عندي تقريبا فيهم شي كيلو ونص، ولكن ما تنساوش راه كلهم معظومه. جبانيه ديال الحمص، جوج بصلات كبار، نص كاس ما بين تقريبا كاس قريب العماره ما بين زيت الزيتون والزيت العاديه. عندي هنا شويه المروزيه وشويه ديال الابزار غير شويه، معلقه كبيره ديال سكنجبير، معلقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الحار، معلقه صغيره ديال السمن، 5 الضروس ديال الثومه، الكركم او الخرقوم البلدي، شويه ديال الزعفران، عود ديال القرفه، ونستعمل معلقه كبيره ديال اللوز مقطع او مطحون. عندي هنايا جوج تمرات وشويه ديال الملح.
صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل. بالنسبه للطريقه ديالتها راه ساهله البنات، انا غير نشارك معكم غير طريقتي، ماشي ضروري انني حيت هاد الطبق هذا راه ما كاينش بيت مغربي ما كيعرفوش. المهم انا غير نشارك معكم طريقتي. الطريقه هي كندير كلشي تقريبا في دقه واحده، وما كنبللش، يعني ما كنديرش فيه الماء. كندير هنايا درت الكرعين، درت البصله، درت زيت الزيتون وزيت البلديه. ما كنكثرش بزاف، كتعرفوا هو اصلا راه فيه واحد فيه بزاف نسبه كبيره من الجيلاتين، وديك الجيلاتين اكيد فيها حتى دهون، ماشي غير جيلاتين بوحدها. لذلك ما كنكترش بزاف. استعملت العطريه كامله اللي درت، وهنايا راه درت حتى المروزيه البنات. صدقوني راه كيجي زوين، غتجيكم شي حاجه غريبه من المروزيه كتجي زوينه. عود ديال القرفه، وهذا اللوز حتى هو كيعطيه واحد التعليكه، ولو انهم صراحه كيكونوا معلكين هما ما يحتاج، ولكن كيبننهم شويه ديال السمن. هذاك بالنسبه للتمر، الا بغيتوه طيب بسرعه خليك ديروا، تقدر ديروا العظم حيت العظم هو اللي كيخليه يطيب. ولكن مع الكوكوط دابا راه دغيا دغيا صراحه كتسد عليه، عطيتو الوقت ديالو تسديت عليه في الاخر دغيا كيطيب. ما مع الكوكوط صراحه ما كياخذش الوقت بزاف. اما الا كنتو غطيبوه في الفاخر لوحوا معاه العظومه ديال التمر. صافي، جمعت كل شيء، غادي نخلطو هكا بيدي حيت من مستحيل انكم ديروا بالمعلقه، ما كيديرش. غادي نخليه غير يتقلى تقريبا واحد 5 دقائق، ومره كنحركو هكاك، كنحركو ناخد اليدين ديال كيما شفتوا معايا دابا بالايدين ديال الكوكوط، كنبدا نحرك فيه. صافي، هما هادو بعد ما تقلاو شويه غادي نروي عليهم القياس اللي غادي يطيب فيه. غادي نسد عليهم وغادي نخليهم تقريبا حتى ولكن انا راه البنات راه طيبتهم على نار اللي شويه مهيله وخليتهم، كان عندي الوقت حتى انا دايراهم للعشاء، ولكن انا وجدتهم بكري شويه. صافي، غادي نقص عليهم ونخليهم حتى غادي يدخلهم الطياب تقريبا واحد نص طيبه. احد غادي نضيف معاهم الحمص. هنا نسيت ما ذكرتش لكم الزبيب، درت شويه الزبيب، هذا اختياري، اللي كيبغي يديرو، اللي ما كيبغيش ممكن انكم تستغناو عليه. وصافي، بالنسبه للحلاوه ما ضفتش انا نهائيا الحلاوه، بركه غير ديك الحلاوه ديال ديك التمر والزبيب اللي غادي نضيف في الاخر. غادي يكفي، ما كاينلاش، ولكن هذا كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. هنا البنات نضيف الحمص كما قلت لكم، من بعد غادي نضيف الزبيب وصافي. يعني هادو هما طيابهم، ما كيحتاجوش الكثر من هكا. هنايا كنت عجنت الخبز، ما شاركتوش معكم، مي عجنت الخبز بهذا بالقمح اولا بالنخاله ديالته. صافي قرصتهم وخليتهم يخمروا شويه، شعلت الفرن خليته حتى سخن وغادي نرميهم. هنا البنات غادي نوريكم واحد الحاله لعيبه كنديرها لعيبه. المهم كيجي الخبز محمر وتيجي كيجي مقرمش من على برا، وهكا ما غاديش يجيكم بحال داكشي اللي كيتباع في المحلات. هي هذه انني كنخوي الماء. بنات انا خويت الماء، ولكن نتوما ما ديروهاش، ما تخرجوش على الفران ديالكم. ممكن تستعملوا شي طاوه ولا شي حاجه وتخليو فيها الماء. هذاك الفابور او هذاك البخار هو اللي تيعطي ديك التقرميشه وكيعطي حتى اللون. هذا هو الهرقمه. من بعد ما طابت البنات زينتها بشويه ديال اللوز من الفوق غير للديكور، ماشي شي حاجه. وهذا هو الخبز، كيجي رائع، كيجي زوين البنات. والهرقمه حتى هي جات زوينه. صراحه زوينه، غير هي واحد شويه تحرقت ليا من التحت، واحد شويه سهيت عليها، ولكن المهم غير واحد شويه من التحت كانت غادا تحرق. كون